مستقبل منتخب مصر المزدوج الجنسية يعتبر انتهى. كله شاف لقطة هيثم حسن لما كابتن حسام حسن ندهه وفي الآخر قعده عشان ينزل حمزة عبد الكريم. دي مش مجرد لقطة فنية وهتعدي، ده قلة تقدير للاعب ساب فرنسا وتونس عشان يمثلك انت متخيل ان هيثم حسن ده كان رابع أعلى لاعب عمل مراوغات في الدوريات الخمسة الكبرى؟ ومش كده وبس، ده بنسبة دقة عدت لاعبين زي مبابي ويامال. لما لاعب بالأرقام دي يتهان كرويا، تفتكر لما جيل المحترفين في أوروبا يشوفوا المعاملة دي هيفكروا يجوا؟ طب هو احنا عندنا مين في أوروبا عشان الدوشة دي كلها؟ بص، احنا بنتكلم على مواهب مرعبة زي ألفين أيمن وكريم أحمد في ليفربول، وكاميرون اسماعيل لظهير ايسر ارسنال، وامير ابو العز في مونزا الايطالي. حتى المانيا فيها عمر عبد المجيد في هامبورغ. بص على المغرب لما راحت جابت ابراهيم دياز، كسبت لعيب عالمي كان قادر ان هو لو اختار اسبانيا يقعد لاعب زي اولمو بكل سهوله. لكن في مصر لما يشوفوا لعيب اختار البلد بيقعد للاعب محلي ما قدمش يعتبر اي اضافه في الثلاث ماتشات اللي لعبهم، الكل هيخاف منك. احنا بنثق في حسام حسن وبندعمه في البطوله التاريخيه دي، بس الحل هيكون في المعامله النفسيه. مش عيب يقعد معاه ويشرح له، واصلا بيقولوا ان ده حصل. او لو اللعيب اللي بينزل مكانه ما بيقدمش شيء يبقى ننزله زي البني ادمين. المحترف ده مش جاي يتفضل عليك، بس هو محتاج يحس بتقدير واحترام عشان يقدر يكتب معاك تاريخ. قولوا لي في الكومنتات، هي لقطه عاديه وتعدي ولا هتكون سبب في طفاش باقي المحترفين؟